السلام عليكم يا جماعة، ان شاء الله هقول لكم توقعات اسعار الفراخ، وهقول لكم على المفاجأة السارة ان شاء الله، والازمة اللي هتحصل الايام اللي جاية. الوقت يا جماعة احنا لو لاحظتم هتلاقوا معروض الامهات في المحلات بدأ يزيد. الامهات التسمين، سواء كانت امهات التسمين او امهات البياض او الفراخ البياض، يعني اللي بتبيض، اللي هي الفراخ الحمراء، مش الساسو، الفراخ الحمراء، الامهات الكبيرة. ده طبعا يدلنا على حاجتين. اول حاجه ان سعر الكتاكيت هتنزل، وهقول لكم ليه. سعر الكتاكيت هتنزل خالص، والنهارده نزلت 3 جنيه مره واحده الكتكوت الابيض. وتاني حاجه يدل عليها برضو ان هيحصل ازمه الفتره اللي جايه في الكتاكيت، بعد ما سعر الكتاكيت هينزل ويبقى يعني بيتشحت كده زي الفتره اللي فاتت. هنلاقي يحصل أزمة في سعر الكتاكيت، لأن مش هيبقى فيه كتاكيت أصلا، لأن هم بيتخلصوا من الأمهات دلوقتي. فيبقى أعداد الكتاكيت اللي طالعة هتبقى قليلة جدا، وهيخلي سعرها يعلى تاني. يعني اللي حصل الفترة اللي فاتت هيتكرر تاني. فاكرين يا جماعة اللي هي الفترة اللي الكتاكيت فيها كانت بتتعدم وكانت بتتشحت كده، وكانت بجنيه، وكانوا بيرموها على الترع وبيعدموها وكده؟ دي هتتكرر تاني، لان كل شركات الامهات بدأ الوقت تتخلص من الامهات عشان العلف غالي. شركات الامهات وبرضو الفراخ البياض برضو بيتخلصوا منها. فاللي هيحصل بقى الايام اللي جايه ان هيبقى في ازمه بيض، وهيبقى في ازمه. اول حاجه اللي هتحصل ان هيبقى الفراخ الكتاكيت هترخص. الكتاكيت بترخص خالص دلوقتي، لان كله مش بيدخل، المزارع مش بتدخل كتاكيت عشان العلف غلا جدا، طبعا مرتبط بسعر الدولار. وكمان يبقى الفترة اللي جاية هيحصل انخفاض في سعر الكتكوت، يليها بقى قلة عدد الكتكوت المعروض في السوق، وبعدها سعر الكتكوت هيغلى جدا. فده عشان تكونوا عارفين ايه اللي هيحصل يعني في الاسعار. ان شاء الله كل حاجة يعني طبعا بعلم ربنا، دي كلها توقعات. ان او يعني اللي احنا شايفينه يعني، او اللي هيحصل يعني. لان كل اللي معروض دلوقتي امهات تسمين وامهات بياض. الفراخ اللي بتبيض بيبيعوها عشان العلف، والفراخ اللي بتنتج الكتاكيت اصلا بيبيعوها برضو عشان سعر العلف. لان هم حتى لو طلعوا كتاكيت مش هتتشرى منهم، يبقى هم بيصرفوا على الفاضي شركات الامهات. يعني لو سابوا الامهات هيصرفوا عليها علف وأدوية، وكمان البيض بتاعها لما يطلع نطلع يعني كتاكيت، هيبقى سعرها رخيص جدا، مش هيجيب بالتكلفة. فكلهم دلوقتي بتخلصوا منها عشان العلف غالي. واكبر دليل على كده بقى ان الكتكوت الابيض النهارده ب10 جنيه، واقل كمان في مناطق تانية اقل من 10 جنيه، بعد ما كان ب13 جنيه. واقول لكم برضو الاسعار بسرعه كده. الفرخ الكتكوت السيسو عامل 9 جنيه النهارده، والهجيني عامل 9 جنيه، البلدي عامل 4 جنيه و4 جنيه ونص. الرزي والفيوم الذهبي الديوك عاملة 9 جنيه، والبرابر عاملة 4 ونص على وشه، يعني برابر في ديوك بتبقى ب7 ونص. أما البط هو اللي مازال محتفظ بسعره. البط البكيني العادي عامل 13 جنيه النهاردة و12 جنيه. البط البكيني البيور عامل 18 جنيه البطة. البط المولر عامل 24 جنيه. البط المسكوفي هو اللي يعني عالي جدا جدا، واصل ل34 جنيه، في بعض المناطق واصل ل34 جنيه، يعني من 30 ل34. وده طبعا سعر غالي كده جدا عن قبل كده. والسمان برضو غلى عن الاول، كان الاول يعني بيبقى ببلاش، الوقت بقى له سعر خالص يعني، لان ناس كتير بتربيه عشان البيض. فانا حبيت اقول لكم يا جماعه، للي حابب يشتري دلوقتي يشتري. يعني او كمان يومين هنلاقي سعر الكتكوت الابيض نزل خالص خالص. تشتروا بقى في الوقت ده، لان بعد كده هيبقى سعره غالي، وهو طبعا العلف هيفضل غالي على طول. فاحنا دلوقتي هنركز في سعر الكتكوت، ان هو هيرخص الايام اللي جايه ان شاء الله تجيبوه، وبعد كده هيبقى غالي جدا. يعني انا فاكره المره اللي فاتت كنت جايبه الكتكوت بجنيه واحد، بعدها بفتره وصل ل28 جنيه الكتكوت الواحد. وكمان يا جماعه اللي حابب يربي عشان البيض يربي برضو، يشتري الايام اللي جايه ديت الكتاكيت، لانها هتبقى بسعر رخيص. وكمان هيبقى فيه أزمة بيض الفترة اللي جاية، ويا رب ما يحصل الحاجات دي، بس كل المؤشرات بتقول كده. طالما لقينا الأمهات وأمهات التسمين وأمهات البياض معروضة للبيع، نعرف إن الأزمة دي هتحصل
بعدها على طول. ربنا يكفينا شر الأزمات كلها يا رب. ولو حبيتوا تسألوا على أي سؤال